المعلكه ديال الكوكو السميده اللي ما كتخطاش طبيلتي في العيد، مع السر باش تجيكم مشققه ومعلكه وبنينه بزاف. ضروري ما كنجربها وقلت علاش لا ما شاركش معكم طريقتي، فضروري ما تحتفظوا بالفيديو غادي ينفعكم. اول حاجه كناخذ واحد الخلاط كهربائي كنديروا فيه البيض، السكر سنيده، كنديروا فيه النشا، وكندير الزيت والقشور ديال الحامض. كنضيفوا هنا الكونفيتور اللي خاصو يكون ثقيل ماشي هذاك الخفيف. وهنايا الكوك كناخذ غير واحد شويه من الكميه ديال الكوك اللي عندي، والكميه الاخرى كنحتفظ بها. كنضيف ملحه وكنضيف ماء الزهر كيف ما تقدروا تعوضوه بسكر بنكهه زهره البرتقال، وكنضيف شويه من لاغوم ديال السيترون، تقدروا ما ديروهاش كيف ما تقدروا ديروها. كنطحن الكل مزيان وكندوزو ناخذ واحد القصريه كنديروا فيها الكميه اللي بقات لنا ديال الكوك. كنضيف معها السميده والخميره اللي كنغربلها ديك الساعه. كنخلط الكل مزيان وكنضيف عليه الخليط اللي طحنا في الاول، وكنبدا نجمع كل شيء بايديا ما كنعجنوش. بالنسبه للسر اللي قلت لكم هو ما تضيفوش السميده في هذه المرحله، ملي تكونوا كتجمعوا فيها هكا تبان لكم خفيفه ما تضيفوش السميده. الا ضفتوا السميده غتقصح لكم. انا كنغلفها هكا بفيلم اليمونتير وكنخليها ترتاح حتى ساعه، ماشي مشكل نص ساعه. بقاو مره تقلبوها هكا حتى تبان لكم تجمعت. صافي كنديرها هكا كويرات، كندير فيهم 18 غرام في الوحده. صراحه كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي القياس ديالهم هو هذا. كنفندهم في السكر كلاصي اللي كيكون سبيسيال، ضروري ما يكون سبيسيال. كنديرهم في لاطا وكنبعد بيناتهم. كندخلهم الفران اللي كيكون ضروري سخون على 200 درجه. كنديرهم غير من الفوق حتى كيتشققوا لينا، عاد كننزلهم لتحت. ما تغفلوش عليهم، نخليهم حتى يبردوا ونقدمهم وبالصحه والراحه. بلا بيض قوه المقادير جبت لكم حلوه اللي سهله ولذيذه بزاف، وبعجينه وحده غادي نخرجوا 3 المذاقات. وحده كتنسيكم في وحده كيحماقوا عليها الوليدات، واسهل منها ما كاينش حتى لاخر لحظه وتوجدوها. اول حاجه كناخذوا الزبده كنديروها سواء في العجانه اولا غير في القصريه، كنضيفوا عليها الزيت، كنضيفوا عليها الفاني، السكر سنيده وسكر كلاصي، وكنخدموا الكل مزيان. بالنسبه للزبده ضروري خصها تكون بدرجه حراره المطبخ. صافي هنا كنبدا نضيف الدقيق دفوعات، وانا غير كنجمع هكا باطراف الاصابع اولا كيف كتشوفوا في العجانه. ما كنعجنهاش، كتولي لنا عندنا عجين بهذا الشكل. من بعد كنقسمها على 3. نتوما نسموا باش ما بغيتوا. بالنسبه لي انا الشكل الاول درت ليه قهوه سريعه الذوبان، خلطته مزيان وضفت عليه شوكولاط فيرميسيل وخلطت الكل مزيان. الشكل الثاني هنايا درت ليه القشور ديال الحامض، تقدروا ديروا ليه فخوي كونفيت، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. خلطت الكل مزيان. والشكل الثالث ضفت عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو ومعلقه صغيره ديال القرفه وخلطت الكل مزيان. كنبدا ناخذ العجينه ديالي وكندير في بلان دو طرافاي هكا السكر سنيده، وكنبدا ندير فيهم دي بودان وكنجمع فيهم وكنديرهم في السلوفان وكندخلهم غير في الثلاجه لتحت. ما كنحتاجش انني نديرهم في كونجيلاتور، حيت الا درتوهم يقدروا ملي تكونوا كتقطعوا فيهم يبداو يتهرسوا معكم. صافي كنديرهم هنا في السلوفان كيف قلت لكم، كنحتفظوا بهم في الثلاجه. من بعد ما كيخرجوا كيكونوا شادين في راسهم كنبدا نقطع فيهم بهذا الشكل، وانا كنقاد فيهم هكا بصباعي. لا ربما يكون هكا شي عويجاجات من الجناب باش كتبقى لينا الحلوه هكا مقاده كيف ما كتشوفوا. صافي هنا كندخل من الفران اللي كيكون سخون على درجه الحراره 160 درجه حتى كيطيبوا لينا وبالصحه والراحه. هذه سميتها كاطو ديامون، نتمنى تجربوها وبصحتكم وراحتكم وعيد مبارك سعيد. المهلبيه العاديه اللي ديما كنوجدوا، واجي نبدلوا شويه ونديروا هذه المهلبيه بالكراميل. كتجي لذيذه بزاف، القوام ديالها كريمي، ما غاديش تقنعوا منها. ضروري ما خاصكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. اول حاجه كناخذ الحليب. انا هنايا درت اطره الحليب، تقدروا ديروا غير سطر الحليب حيت درت كميه كثيره. ضفت معاه النشا والدقيق والسكر سنيده والفاني. كنخلط الكل فوق البارد، عاد كنحطو فوق البوطه مع التحريك مع فيه مهيله حتى كيعقد لنا الخليط. من بعد كنديروا في واحد البيريكس اولا في واحد البول اللي كيكون هكا متيسع، كنغطيوه بفيلم اليمونتير وكنخليوه حتى كيبرد تماما، وكندوزو نطربوه. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون كريمي. ومن بعد كندوزو ناخذوا الكريمه ديال الخفق اولا الكريم شونتي حتى هي كتجي زوينه. وتقدروا ديروا حتى لاموس الا كانت عندكم، ديروها معها واحد نص كاس ديال الحليب وتطربوها مزيان. صافي وتخلطوها مع الكريمه الاولى كيف ما شفتوا. هنايا درت خديت هاد الكويسات ديال ساكا كويزين اللي كيجيو غزالين في الحطه هكا، وخديت حتى هاد الزليفات حتى هما. درت انا جوج الاشكال، درت الشكل الاول في الزليفات والشكل الثاني درتو هكا في دوك الكويسات. درت وجه الكراميل اللي درت فيه كاس ديال السكر سنيده، خليته حتى بدا كيذوب. عاد كنقيسو هكا بواحد سباتول وكنبقى نحرك فيه. من بعد ما كيذوب لنا تماما كنضيف عليه طريف ديال الزبده وكنخلط داك الزبده، وكنضيف كاس ديال الحليب مخلط مع معلقه ديال النشا، وكنبدا نضيف فيه دفوعات هكا. وانا كنخلط كيف ما موضح في الفيديو الطريقه كامله غنكتب لكم لتحت. كيكون الكراميل ديالي واجد، كنزين به من الفوق. بالنسبه للكراميل تقدروا ديروا اي حاجه في بلاصه الكراميل، تقدروا ديروا لاصوص شوكولا، تقدروا ديروا كولي ديال فرامبواز، كولي ديال الفريز، اي حاجه درتوها. مهم تجربوها وبالصحه والراحه.